السلام عليكم. طابت أوقاتكم بكل خير. اليوم جبت لكم وصفة هائلة لسواد اللي تيكون حول الفم وأيضا العنق. وصفة اللي ما غاديش تندموا عليها وتيبان المفعول ديالها من أول استعمال. أول حاجة عندنا 2 ملاعق حمص اللي الدور تاعو هنا تيقشر الجلد الميت وأيضا تينظف لنا البشرة وتيخليها رطبة وتيفتح لنا اللون وتيبيضها. وهنا رأس ملعقة كركم، كركم حر، يعني مطحون على يدك. كيف عارفين ما خاصوش يكون مغشوش. وهنا عندنا 2 ملاعق زيت اللوز. الدور تاعو في هاد الخلطة انه تحيد لنا السمورية وتعطي إشراقة ونضارة للبشرة، وأيضا تحيد التجاعيد والخطوط اللي كتكون في جنب الفم لأنه غني بالفيتامين أو و بي. وهنا ملعقتين عسل، ولكن ضروري يكون حر، ماشي بشرط يكون غالي، واخا غير عسل الليمون حتى هو مزيان. الدور تاعو هنا تينظف لنا المسام والبشرة من الجلد الميت وايضا تيرطب الجلد الجاف لانه مادة مرطبة طبيعية. صافي بعد ما تنخلطوه مزيان، هذا هو القوام تاعو، وتنديروا في اي حاجه متوفره عندكم. المهم تتقفل مزيان. وطريقه الاستعمال تناخدو كميه قليله وتنديروها على المنطقه مثلا حول الفم وتنخلوها نصف ساعه، ومن بعد تنديروا شويه د الماء في يدينا وتنبقاو نقوميو بها مزيان. وتنزيدوا قطرات الماء وتنبقاو نقوميو بها، ومن بعد تنغسلوا المنطقة مزيان إما حول الفم أو العنق. ومن بعد ما تنشفوها بالماء تنرطبوا البشرة تاعنا بأي مرطب مثلا زيت الزيتون وتنعسوا. هاد الوصفة البنات من أول استعمال غادي يبان لك الفرق اللي هو تيكون واضح جدا، لكن الوصفة ضروري تداومي عليها مثلا شهر أو أكثر. تختفي السمورية بعد المداومة. نتمنى من كل وحدة جرباتها تكتبها لنا في التعاليق، تكتب لنا النتيجة باش البنات يتشجعوا وحتى هما يجربوها. ودابا وصلنا لنهاية الفيديو. تنحب نشكركم بزاف على المتابعة وحسن المشاهدة، ودمتم بخير وسلامة.